امام فريق الوداد البيضاوي في مباراه قويه، كنتوا يعني مباراه كبيره بين الفريقين. والحمد لله على هذا الانتصار. انتصار كان مستحق. كنظن اننا كنا عارفين ان المقابله غتكون مقابله صعيبه ضد فريق اللي قوي، فريق اللي هو كان متصدر. دونك اليوم كان خاصنا لي 3 بوين هنا في كازا. داكشي علاش جينا. فريق جيش مالكي فريق كبير، فريق ديال ما كاينش تلعب على الاكستيريور ضد اي فريق. هادشي بينا في الشامبيونز ليغ، والشخصيه ديال البطل كتبان في هاد لي غرون ماتش. والحمد لله على 3 نقاط. كنبغي نشكر الدراري لو ستاف الاداره والجمهور اللي حج بكثره. يعني في كما كتعرف في رمضان يعني صعيب بنادم يشد الطريق ويجيو. ما علينا الا نشكرهم ونشكر جميع الاصدقاء ديالي على المقابله اللي قدمنا. وكنظن ان المتتبع للشان الكروي في المغربي يعني استمتع بمقابله كان فيها اهداف، كان فيها لو ريتم، كانوا فيها بزاف ديال كان تاكتيكمون كانت شويه في الاول، كانت شويه خلينا الكره الخصم في الاول، بغينا نمشيو في لي كونتر في الاول شويه، حاولنا ندومينيو الماتش. مي فوالا الحمد لله على 3 نقاط مستحقه. وكنبغي نقول شكرا للزملاء ديالي والجمهور. هذه الا البدايه، حنا كنحاول اننا نلقاو راسنا ماتش باغ ماتش، وان شاء الله نحاولوا نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في هذا العام، ولما لا تتزويج بجميع الالقاب ممكنه ان شاء الله. اكيد حريمه 3 نقاط اللي هي مهمه لفريق الجيش الملكي امام فريق الوداد البيضاوي، يعني فريقين من المرشحين للتتويج بلقب بطوله هذا الموسم. يعني نقدروا نعتبروا هذا الفوز ب3 نقاط خارج الديار امام فريق الوداد البيضاوي هي مباراه ب6 نقاط، بالتالي حسمتوا هذا النقاط هذه المباراه. وبطبيعه الحال كما كيعرف جميع ان فريق الوداد فريق كبير، فريق اللي كيلعب كره جميله، عنده لاعبين في المستوى قدام الجمهور ديالهم. هذا الشيء ما كيمنعش ان اللي غنعاود نقول لك هو اننا حنا في هذا لي ماتش فين كتبان شخصيه البطل، شخصيه ديال فريق جيش ملكي. يعني حنا عارفين باللي ملي كنحملوا قميص ديال فريق جيش ملكي يعني قميص ثقيل، والجمهور عندنا كما كنقولوا حنا شويه صعيب ما كيرضاش بشي حاجه من غير 3 نقاط، لا في لا تشامبيونز ليغ لا في بطوله. وهذا الشيء اللي قدمنا اليوم، ونحاولوا تكون هذه غير انطلاقه باش نحاولوا نقدموا مقابلات جميله، حيت الجمهور ديالنا حنا فريق جيش ملكي ولفناه هذه واحد 5 6 سنوات، ولفنا ان ماشي غير الرباح ما كيقنعش، خاصو النتيجه والاداء. هذا الشيء اللي كان اليوم. برافو ليكيب كامله، وان شاء الله ما تكون غير البدايه، ومبروك عواشركم. شكرا ربيع حريمه.